في حكمة بتقول الحياة إما مغامرة جريئة أو لا شيء. من قدام المكان اللي احنا خيمنا فيه الليلة بتاعتنا هنا في وسط الصحراء درجة الحرارة يعني ممكن تكون تحت الصفر. احنا بنتجمد حرفيا. حاليا بنستعد عشان نلم حاجاتنا ونسيب الكامب ونروح نحضر الحدث الأضخم في سينا، سباق الزلجة. في مكان غير معروف وبعيد عن كل مظاهر المدينة بيتجمع ناس من كل أرجاء سينا للاحتفال بحدث عظيم أصبح له متابعين من كل أنحاء العالم. احنا أمن وأمان في جنوب سيناء وفي مصر. وصلنا هنا السوق، عاملين سوق يا جماعة في وسط الصحراء، كل منتجات التخييم، كل حاجة تخص السفاري والرحلات متوفرة عندنا في وسط الصحراء. دكان متنقل أحمد العقيلي على شكل غبيط، هذه خيم مبيت. الغبطان هذا على تكات على شكل غبيط، وهذه خيم مبيت. وموجود الكمبروسر الهواء من السنيدي، كشافات البريد والبكارج المباخر، كل شيء موجود. بصوا يا جماعة احنا وصلنا هنا، المفاجأة ان احنا في وسط الصحراء. وايه اللي موجود هنا؟ سوق كامل متكامل. Yes, we survived. It was one of the most intense night of my life, probably. Like the cold that you can experience in the desert. Wow, it's something else. وخلاص دلوقتي بنستعد عشان نسيب المكان وننطلق عشان نحضر أكبر حدث هنا في سينا، سباق الزلجة. يا مرحبا ويا هلا ويا مرحبا. أهم حاجة هنا نتدفى كويس. كله هيطلع في العربيات دلوقتي عشان ننطلق على مكان بداية السبق. التجمع اللي انتوا شايفينه دلوقتي بيتم الاتفاق على السبق، يتم تجميع زي مراهنات كده على الجمال اللي هتكسب. المهم ان السبق بقى حدث عالمي. كل الناس مش بس البدو دلوقتي اللي مهتمين بيه، ولكن جنسيات كتير جدا بقت مهتمة بسبق الزلجة. حدث عالمي بيحصل في السنة مرة واحدة بس. كله بيجري دلوقتي علشان خلاص السبق هينطلق. راس عبد الله فيه فيه عبد الله في كراوس. حدث لايف بنتكلم معاكم السبق. السباق عبارة عن شوط واحد بس، مسافة من 28 ل 30 كيلو متر. ما تنسوش تدونا اللايك والشير. لسه مستمرين في السبق في وادي الزلجة. مدة السباق 30 كيلو متر. وصلنا لنهاية السبق يا جماعة. ترى مين اللي فاز؟ أكبر تجمع للبدو في العالم، وادي الزلجة. أجواء احتفالية من الدرجة الأولى. الوادي زلجة 2025. This is the trial for Muzaina, but because you need it, this any time in Zalaga, because the Zalaga number one in Sinai for the common race. Because this the marathon. Muzaina! كل الحضور اللي حضروا منه طبعا كل ضيوف. هذا مهرجان تراثي، هو زي مثلا زي كرة القدم بالضبط، وله عشق عند البادية. فان شاء الله نتمنى استمرار السبق والتنظيم. وطبعا نشكر قبيلة الترابين، العلاقات، الحويطات، المعازل، العيايد، السواركة، كل القبائل نشكرها لمعاونتها على هذا السباق. ايش يا جمعة؟ مين اللي فاز يا جماعة؟ مين اللي فاز بالسبق؟ مزينة ربعنا مزينة طبعا أول وثاني وثالث ورابع. وادي الزلجة من 45 عام، أبهاتنا وجدودنا كل سنة، وليس ندخل أي معنى غير قبيلتين المزينة ترابين بس فقط. نحن عرب سينا بنموت ونعيش على سباق الهجن. أبهاتنا وجدودنا وأصار هذا حياتنا. عرب سينا ذول أجدع ناس كرمة وناس محبين، بحبوا الوطن وبحبوا البلد وعنده حماس، فهمت؟ وبنرحب بضيوفكم وانتوا على العين وعلى الراس. سبق الزلجة
اللي بيتم هنا في جنوب سيناء. الاكسبيرينس في حد ذاتها كانت ممتعة ومليانة بالأدرينالين. نجرب اللبة لأول مرة. يوسف، ان ايجيبشن بريد